السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبيض أحمر. أهلا وسهلا بيكم يا أهلوية في كل مكان. وياريت قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد أول بأول. قوتنا في توحدنا. حسم التعادل السلبي قمة الأهلي والجيش الملكي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. المباراة جاءت قوية ومليئة بالصراع التكتيكي. الأهلي حاول من البداية فرض سيطرته والضغط لحسم الصدارة بانتصار جديد، بينما اعتمد الفريق المغربي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة الخطيرة. ورغم الفرص المتبادلة، انتهت المواجهة بدون أهداف، لكن بنكهة تنافسية عالية بين الفريقين. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة ويتأهل رسمياً إلى الدور ربع النهائي، مؤكداً شخصيته القارية وخبرته في إدارة المباريات الحاسمة. في المقابل، تأهل الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ليحجز بطاقة العبور هو الآخر إلى ربع النهائي، بينما ودع البطولة كل من يانج أفريكانز بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وشبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط. ترتيب المجموعة النهائي: 1. الأهلي 10 نقاط. 2. الجيش الملكي 9 نقاط. 3. يانج أفريكانز 8 نقاط. 4. شبيبة القبائل 3 نقاط. الأهلي يضرب موعدا جديدا في ربع النهائي، وجماهيره تنتظر قرعة نارية قد تحمل مواجهة قوية في الطريق نحو اللقب الإفريقي الغالي كأس الدوري.